زبدة الشتاء هي اللي تنزل زي الكريستال، زي ما انت شايفاها كده، شايفة خضرها ولا جمالها؟ بص كده اللهم بارك، حاجة كده دهب عيار 24. ولا الفطار الصبح بالعسل والجبنة والقشطة والفطير المشلتت، يا وعدي ما اقولكوش بقى. روايح الشتاء دخلت ولقيت بقى شيمو صاحبتي شيف شيماء ايمن، ايوه دبستني وقالت لي ليلى انسي بقى اي زبده استخدمتيها قبل كده، وتعالي بقى اوريكي حته زبده من منتجات العزبه. قلت لها عزبه؟ ايه اللي يوديني عزب؟ قالت لي تعالي بس نروح العزبه ونجيب منها شويه جبن ودوقي بقى الزبده بتاعتهم. اللهم بارك. جبت بقى جبنه موتزاريلا، عايزه اقول لكم الجبنه الموتزاريلا بتاعتهم لبن بقري طبيعي من الالف للياء، يعني ما فيهاش اي اضافه نبات. وعندهم كمان ايه الجبنه الاسطنبولي اللهم بارك، والبراميلي، الجبنه الفيتا والجبنه بخيرها، وعايزه اقول لكم كل انواع الجبن. ولا الزبده بقى جبت اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده، جبت عدد ايديك وخمسه بقري وخمسه جاموسي، شويه زبده هتشوفوا دلوقتي وتحكموا. ولو الفيديو ده يطلع له ريحه كنت شممت لكم ريحه الزبده. تعالوا بس نشوف العظمه. الفطير اللي بصوا تحط ايدك كده بينزز سمنه بلدي، بينزز السمنه البلدي منه، بتنزز زي ما انت شايفه كده. خدوا لي بقى سكرينات يا بنات وقولوا لي جربتوا قبل كده منتجات العزبه؟ لو ما جربتهاش هتندمي. قطعت كده حته فطير وقلت يا بنت يا ليلى شوفي بقى توريقتها، ولا الزبده اللي فيها، ولا القشطه ايه، عسل عسل عسل، حاجه كده قمر. وبرده لقيتهم عندهم بقى يا بنات الكحك والبسكوت والقراقيش، حاجه كده ايه بالسمن البلدي الصافي. وانتوا عارفين ان ليلى النجار استاذه في الكحك والبيتيفور والغريبه وكل اللوازم الحلوه دي. ببص كده ادوق الكحك، الكحك ده مش محطوط له اقل من 650 جرام من السمنه البلدي، ايوه زي ما بقول لك كده. والقراقيش نفس الحكايه. ولا البيتيفور بتاعهم السايح النايح، حاجه كده قمر. ولا الغريبه حاجه كده. وبصوا الا المنين بقى، يا لهوي حاجه كده توديكي في حته تانية. لفطار الشتاء بقى الصبح، وما اقدرش طبعا ما اجيبش من عندهم زيت زيتون، لان زيت الزيتون بتاعهم بيجيبوه من العريش. ولا العسل الاسود بقى، العسل الاسود بتاعهم بتاع نجا حمادي، ايوه نجا حمادي. ولا العسل الابيض، العسل الابيض بتاعهم يا بنات عسل صايم. عارفين يعني ايه العسل الصايم؟ اللي هو النحل المتغذى على الايه، على الزهور الطبيعيه، ايوه زي ما بقول لكم كده. عملت بقى ايه ميكس عسل وطحينه وعسل ابيض وجبنه اسطنبولي وجبنه فيتا، وقلت يلا بقى نفطر بالكلام القمر قمر ده. ادي كده زبده العزبه. وتعالوا بقى عايزه اقول لكم والله العظيم انسي انك تاكلي زبده او يعني تشتري زبده من اي مكان تاني بعد كده زي العزبه. بجد انا المنتج ده انا شايفاه كان عامل ضجه بقاله كام سنه على السوشيال ميديا، يعني ضجه كبيره قوي. ما جربتوش، اول مره اجربه، والسبب كانت شيماء صاحبتي قالت لي يا ليلى جربيه يا ليلى، عمرك ما هتندمي. يعني ولما رحت هناك عرفت ان شركه العزبه هي الشركة الوحيدة في مصر اللي حللت سمنتها. ايوه حللوا سمنتها. عارفين يعني ايه سمنة تتحلل؟ ايوه حللوا السمنة والزبدة بتاعتهم في اكبر معهد متخصص، واخدين شهادة معتمدة دوليا اللي اثبتت ان سمنتهم 100%. طيب كان لازم وانا بشتري اجيب لكم ضمان معاها، قالوا لي مفيش حاجة اسمها ضمان ترجيع وكل الكلام ده. الضمان يا ليلى يا نجار علشان خاطر متابعينك حبايبك وكل اللي يشتري من تبع ليلى النجار، اللي مش هتعجبه سمنتنا او يثبت انها مش 100% طبيعي هنديله 1000 ضعف تمنها. ايوه يعني انت لو شاريه ب100 جنيه، قصدي ب1000 جنيه، هيدوكي 10,000. يشوفي بقى او ال1000 بتاعتها بكام. مش عارفه احسب، مش فاضيه لكم دلوقتي، كنت بفضي ازاي السمنه مش فاضيه. المرته بتاعتها مخرزه، بصوا المرته عامله ازاي، مرته من اللي قلبك يحبها بتاعت زمان، اقسم بايات الله. شويه زبده اللهم بارك، بجد 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 تسلم ايديهم، تسلم العزبه. وهروح مره عندهم بقى واصور لكم الحاجه على الطبيعه، ايوه على الطبيعه. ادي كده زبده العزبه، انا سبت قالبين ما رضيتش اسيحهم، قلت اخليهم بقى ايه لبضايه لحاجه جنب الفطار. بصوا دهب دهب اللهم بارك. وزي ما قلت لكم ضمان زبده العزبه ان انت تاخدي 1000 ضعف تمنها، ايوه 1000 ضعف تمنها. واشوفكم في فيديو جديد، وسلام عليكم.